بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارحم موتانا آبائنا وأمهاتنا وإخواننا لتوفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفي مرضانا جميعا آمين يا رب العالمين. لايك وكومنت ويلا نبدأ بسرعة. بالميراس وبوتافوجو. بالميراس بيفوز على بوتافوجو بهدف بعد 90 دقيقة، ثم وقت إضافي 30 دقيقة من شوطين بيقدر يسجل نادي بالميراس ويذهب إلى دور ربع نهائي كأس العالم للأندية. بالميراس بيفوز على بوتافوجو مواطنه، بوتافوجو الذي فاز على باريس سان جيرمان بطل أوروبا بهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية. يعني ايه يا عم حسام؟ يعني بالميراس اللي كسب الأهلي 2-0 في المباراة اللي النادي الأهلي كان متفوق في الشوط الأول سيطرة واستحواذ وفرصا. بالميراس اللي فاز على النادي الاهلي بهدف خطأ وسام ابو علي في مرمانا وضربه ثابته، هجمه مرتده من ضربه ثابته ما عرفناش نقف. بالميراس بيوصل لدور ربع النهائي. بالميراس خلاص كده من افضل 8 انديه في كأس العالم للانديه. صعد دور 16 راح لدور الثمانية. بالميراس بيفوز على اللي فاز على بطل اوروبا، بيفوز على بوتافوجو اللي فاز على باريس سان جيرمان. في ناس تقول لك اهم مباراه يا عم، يعني بطل امريكا الجنوبيه فاز على باريس سان جيرمان، بوتافوجو يعني مباراه وعدت. طب ما هي باريس سان جيرمان، بالميراس والاهلي اللي كان ولا هنا بالنسبه للاهلي ما نسيبش مباراه، ما نقولش مباراه وعدت. هنا النادي الاهلي فاشل، النادي الاهلي جاب صفقات وفاشل. لما تلاقي النادي الاهلي في كل مبارياته مميز، انتر ميامي انت الافضل في مجموع الفرص والسيطره الشوط الاول كل شيء، بالميراس الشوط الاول انت الافضل، بورتو انت الافضل في كل شيء، في كل الشوط الاول والشوط الثاني، ومع ذلك ناس تافهه، ناس قاعده زي ما قال عمرو اديب بيشووا الذره، هم اللي ينظروا ويقول لك انت وحش، انت وحلو، انت ما شرفتناش، انت جبت لنا العار يا هريدي ولا هنادي ولا يا هنادي اخت امنه، جبت لنا العار يا زيزي. اقعدي في حته ناشفه بقى، اقعدي في حته ناشفه بقى. المهم، كابتن سيد عبد الحفيظ كان ضيف ابراهيم فايق في العوده تاني للكره مع فايق في وجود الكابتن مصطفى عبده والكابتن سيد معوض. كابتن سيد معوض قال كلمه حلوه قوي، انا يمكن قلتها وناس كتير هاجمتني، والكابتن شوبير قعد يطبطب على اللعيبه وقتها لما قلت معسكر النادي الاهلي ولازم نقفل، وقلت يا خالد يا مرتجي لم الدور في فيديو انا عامله، عنوان الفيديو من بره كده الصوره اللي موجوده على الفيديو، يا خالد يا مرتجي لم الدور. اتكلمت عن خروج اللعيبه وما ينفعش، انت رايح في بطوله، ما انتش رايح فرح، انت رايح هو فرح كروي لكن لازم تحقق من وراه هدف، ما انتش لابس بدله شيك ورايح تسهر وخلاص ومش مهم قعدت مع مين سلمت على مين وكل لا يا حبيبي، نادي الاهلي. وقلت وقتها هذا الكلام يعني، وقلت لو الكابتن محمود الخطيب كان موجود كان الشكل هيكون غير كده خالص، كان يكون في انضباط. كابتن محمود الخطيب بيعرف بما انه لعيب كوره، بيعرف يكلم اللعيبه ازاي، يحمس اللعيبه ازاي. فالكابتن سيد معوض قال نفس الكلام ده، قال لك انا اول مره اشوف معسكر للاهلي يكون فيه 4 لعيبه في يوم في برنامج، 4 لعيبه في يوم واحد طالعين في برنامج. ده مش طبيعي في الاهلي. لو في مباراه اعتزال، ده لو مباراه اعتزال ما بيحصلش الكلام ده، ما كانش بيحصل كده في مباريات الاعتزال، بالنسبه لنا ما كانش بيحصل كده. ما ينفعش تبقى مستباح بالشكل ده. التصريحات يعني خرجت اللعيبه وحرقت اللعيبه قبل البطوله، تصريحات حرقت، ده كلام الكابتن. كابتن سيد عبد الحفيظ بقى قال لك ايه يا معلم؟ قال لك التوفيق ما حلفش الاهلي في كاس العالم للانديه، ولازم يتم بحث اسباب. هو مش عاوز يقول لك ان في مشاكل في التنظيم، كابتن لك ولازم يتم بحث اسباب عدم التوفيق، والاسباب مش حظ ومش فريق الكوره بس، يعني كمان حوالين فريق الكوره. التوفيق ممكن يجي من عامل او اداري وجهاز طبي، لو لقيت الدنيا زي الفل يبقى دي كوره، لو لقيت الدنيا زي الفل حوالين الفريق يبقى دي كوره، لكن كله بيتكلم عن
نادي كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم عن وسام ابو علي والعروض اللي جايه. وسام ابو علي هل يرحل عن النادي الاهلي ولا يبقى في النادي الاهلي؟ قال لك وسام ابو علي هداف كبير وبقالنا فتره بندور عليه وعلى اللي شبهه اللاعب زيه كده. لو جه عرض كويس فوق ال 12 او ال 14 مليون دولار فممكن الاهلي يفكر في الموضوع. وكمان لازم نادي بحجم الاهلي ما يكونش عنده مشكله في الظهير الايمن والايسر. لازم نحل مشاكل الظهيرين اليمين والشمال يعني. يا كوكاريلا لعب الكوره وركنها، لكن المدافع بيطلع مدافع بنفيكا. المهم يعني الكابتن مصطفى عبده كمان اتكلم، قال لك محمد الشناوي حارس كبير وكل حاجه، لكن لازم يريح، مع احترامي ليه لازم يقعد شويه. والبعض شايف مباراه بورتو كان سبب في هدفين، او هو كان يعني يتحمل مسؤوليه الهدفين الرابع واعتقد الثاني. يعني الكره الترقيصه بتاعت محمد هاني اللي من بعيد دي من خارج ال 18 ما اترماش وما حاولش عليها. ومش مصطفى عبده بس، يعني كابتن برضه زكي عبد الفتاح مدرب حراس وغيره اتكلموا عن محمد شناوي انه يتحمل، لانه حتى المحاولات ما حاولش. نادي الزمالك وميدو بيقول لك ايه، كان في اكتر من شخص بيتدخلوا في القرارات بتاعت نادي الزمالك، واخبارنا موجوده في كل حته قبل القرار ما يتعلن. ده في وجود في الحلقه مع احمد حسن، البرنامج بتاع احمد حسن. لكن بقول لجمهور الزمالك ان ده مش هيحصل تاني، ومحدش هيتكلم عن اي تفاصيل تخص الزمالك الا جون ادوارد والمتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. ولازم الناس يحترموا خصوصياتنا. انا مش فاهم الجمله دي بصراحه. انا اكلمك عن فانيلتك الداخليه، انا بكلمك عن اسرتك او علاقاتك الاسريه. انا بكلمك عن علاقتك باولادك انا مالي يا عم خصوصيات مين يا حبيبي؟ انت نادي كوره. امال يعني ايه اخبار النادي وصفقات النادي والجمهور عاوز يطمن عن النادي والناس عاوزه خصوصياتنا ايه يا عم؟ طب ما تحترم خصوصيات النادي الاهلي. لا النادي الاهلي ده احنا نازلين نقطع فيه والاهلي صفر ونازلين بقى تحريض اللعيبه والاهلي واللعيبه لازم تعمل. حسين الشحات نرمون وضربه بالنار، ورضا عبد العال يقول لك لا ده كده يبقى في حالات نفسويه ما بين زيزو وما بين حسين الشحات ونخش في مهاتره. كلام فارغ يا عم. خليكم في مشكلتكم. شيكابالا بيزنق نادي الزمالك. طب هندفع ال 15 مليون عقد شيكابالا منين يا اخوان؟ هندفعهم منين دول؟ ده الاستاذ ممدوح عباس اللي كان بيتحمل الراتب بتاعه بيرفض دفع مرتبات لاعبين مره تانية، مش دافع. قال خلاص انا كده اكتفيت بقى والنادي الزمالك حل ماشي. المشكله ايه؟ شيكابالا مصمم انه يكمل. يعني شيكابالا انتوا عارفين طبعا الملابس الحمد لله ربنا كرمهم المره دي. السنه اللي فاتت بعد ما دخلوا الموسم وكانوا بيلبسوا اللبس البديل بتاع النادي المصري من نفس الشركه اللي بتعمل، فالسنه دي قدروا يتعاقدوا مع شركه وسيط بينها وبين شركه ثانيه، مش الشركه الثانيه العالميه، لا وسيط، واحد وسيط. فهيعملوا اعلان للملابس بتاعت نادي الزمالك. شيكابالا بقى موجود في الليله هيصور الاعلان الخاص بالكلام ده. في بقى قصه اعتزال شيكابالا. تخيل ان اعتقد اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك هم 12 تقريبا، في 11 منهم عايزين شيكابالا يعتزل، لكن مش عايزين يقول. ما فيش غير الرامي نصوحي بس عضو مجلس الاداره هو اللي عايز شيكابالا يكمل ويستمر. يعني الثلاثه بتوع لجنه التخطيط شايفين انه بيحبوا ميدو. زيزو الاخ ميدو طلع معاه شيكابالا في بودكاست بيعملوا، وحازم امام كان بيضحك معاه في العزا بتاع والده ما اعرفش مين، والده عضو مجلس محمد طارق، والجنايني بيحب وصواتيا لمنتج غرمان. احنا هنغرم ايه؟ ما النادي يدفع. واقعد يا شيكابالا انت حبيبنا يا شيكابالا، يعني جت عليك انت اللي هتجيب الديب من ديل ولا البطولات هي غايبه عن نادي المسابقه؟ اقعد يا شيكابالا. جون ادوارد المدير الرياضي عايز يمشي شيكابالا، يقول لك خلاص كفايه كده، انا عاوز ينزل بالمعدل السني بتاع اللعيبه معدل الاعمار. بس الاشكاليه دلوقتي هنوفر له فلوسه منين؟ كان اللي شايل الليله ممدوح عباس، وممدوح عباس شال ايده. نعمل ايه؟ النادي الاهلي، معسكر النادي الاهلي خلاص. النادي الاهلي استقر على اقامه المعسكر في اسبانيا. قلت لحضراتكم ان في 3 دول، النمسا، اسبانيا، كان في بلجيكا كمان يعني. وقلت لحضراتكم النادي الاهلي هيلعب مباراه كبيره في هذا المعسكر. يعني النادي الاهلي هيبدا المعسكر بتاعه من 15 ل 30 يوليو، من 15/7 ل 30/7. يعني في الفتره ما بين دي، مش يعني في الفتره هيقعد 11 يوم
معسكر هيقعد 11 يوم في الفتره من 15 ل 30 بقى. ممكن يبدا 17 ينتهي 30، ممكن يبدا 17 ينتهي 29، يبدا 15 ينتهي 26. المهم ان هو بيقول لك يعني مدته تقريبا 11 يوم يعني. قال لك خلال هذا المعسكر الاهلي اتفق على خوض 3 مباريات وديه، ممكن يلعب مباراه قويه او مباريتين على مستوى عالي مع انديه من الدوري الاسباني يعني. الاهلي شغال حاليا والاداريين شغالين على انهاء تاشيرات اللعيبه لتحديد موعد السفر النهائي. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن رب العالمين. في صور انتشرت محمد صلاح في تركيا، كله بيقول لك طالع عريان على طول، سواء هنا في مصر عريان وهناك. المهم بقى بيقول لك ايه، الفاتوره كان سهران في مدينه بوردوم مع 7 من اصحابه في احد المطاعم. فاتوره العشاء جت بحوالي 60,000 ليره يعني 75,000 جنيه مصر يعني. محمد صلاح قال لك بعد كده، ده مش احنا بنقول، هو له طلع بعد كده على نادي 75,000 جنيه يا محمد صلاح في ليله، في اكله عشوه. محمد صلاح ما لناش علاقه، احنا ما لناش علاقه. ربنا يرزقنا ويرزق الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. في النهايه وربنا يرزقكم ويزود فلوسكم، بس يتصرف في المكان الصح. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.